اتصل منتدى الضمير يعود على الخبر تعتبر صحيح. رواسية هذا نكرة. حكمه نكري. فقلنا بدأ المدرس شرحه. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء الصف الأول المتوسط، معي أنا الأستاذ مازن الهلالي في حل تمرينات أسماء الإشارة. طلابي الأعزاء، طبعا أنا شرحت لك هذا الموضوع بالمحاضرة اللي قبل هاي وفصلته تفصيل. هسه راح أجي أحل لك التمرينات. طبعا أنا منها مخلي لك الملزمة ومنها مخلي لك الكتاب. هاي الملزمة مالته طبعا فاتح لك إياها أنا، أكيد هي يمك. طبعا لازم ننوه بكل محاضرة على الملزمة، لأن يا طلاب تجينا الكثير من الرسائل ما نقدر نجاوب عليها هاي الرسائل، فننوه عليها بالفيديوهات. استاذ الملزمه وكذا وكذا، طلاب جدد يتابعوني متاخرين فيسال عن الملازم. طلاب هذه الملزمه اسمها التاج في اللغه العربيه للاستاذ مازن الهلالي. هاي التاج للصف الاول المتوسط، بها شرح تفصيلي وانا اعتمدها، يعني هي هنا انت حتكون مطابقه لشرحي على اليوتيوب، بها حل التمرينات وشرح وتفاصيل كثيره متوفره في كل محافظات العراق. طبعا ضروري تنضم لقناه التليجرام، موجود الرابط مالتها بالوصف وبالتعليق المثبت. هاي القناه اتابعك بها للسادس الاعدادي، ومخلي لك بها اسماء المكاتب المتوفره بها هذه الملزمه ايضا. التمرينات، طبعا التمرين الاول هذا التمرين الاول، وهذا الجواب مالته. طبعا هذا الجواب مالته، شوف هذا التمرين الاول وهذا الجواب مالته. هنا أنا شو يقول لي؟ اختر اسم الاشاره المناسب مما بين القوسين وضعه في الفراغ المناسب له. منطيني اسماء اشاره، يقول لي وزعهن حسب فهمك يعني حسب المعنى. اختار لي اسماء اشاره مناسبه. انا طبعا حال لك هنا، انا راح اقول لك ليش حليت هيك صار. يقول لي كتب اب الى ابنه المغترب رساله يقول فيها ولدي العزيز من فراغ الارض. ده تلاحظ الارض مفرد مؤنث، شو اقول له؟ هذا، هذه، هذان. اختار له هذه، فايش قلت له؟ من هذه. شوف اختار له هذه. شوف بابا هنا ايش مختار له؟ هذه، من هذه. الأرض الطيبة أكتب رسالتي وأنا أنظر إلى خارطة وطني وأرى فراغ الناس. الناس جمع وهم قريبين عليه. شو يقول له؟ راح يقول له هؤلاء. مو صحيح؟ أرى هؤلاء الناس الطيبين من حولي وفراغ الذين يعيشون في تلك المدن. هنا دا يشير إلى مجموعة بعيدة عليه، فايش نستخدم له؟ أولئك، جمع بعيد، لأن أولئك يدل عليه، يستعمل الجمع المذكر والمؤنث ويدل عليه من على البعيد. فأنا شو اختاريت له؟ أولئك. زين. الذين يعيشون في تلك المدن والقرى الحالمة. ففراغ بلدنا. بلدنا مفرد مذكر قريب عليه. شو يقول له؟ فهذا. لو ذلك لا، يقول له فهذا بلدنا. إذا نختار هذا. فهذا بلدنا عاد يزداد زهوا ونماء وعاد فراغ النهران. النهران مثنى، اختار له هذان، صح؟ مثنى مذكر، راح أقول له هذان. شوف اختاريت له هذان. هذان النهران الخالدان يرويان الإنسان والأرض ويتعانقان عند فراغ الشط. شط العرب. شوف الشط بعيد عليه، شو نقول له؟ هذا الشط. لو ذلك الشط. ذلك يعني شط خو ما يمهم، هذا للقريب وذلك للبعيد، فايش راح أقول له؟ عند ذلك الشط اللي هو شط العرب. ولدي العزيز هل تذكر حديقتنا؟ فها هما فراغ النخلتان. شوف النخلتان مثنى مؤنث، راح أقول له هاتان. فهما هاتان النخلتان كما تركتهما قائمتان تداعبان نسمات الربيع العطرة. وجارنا أبو علي لا يبرح يشاركنا جلساتنا بعد المساء ونحن. شو تقول له؟ ونحن هنا كما عهدتنا. لو نقول له هناك، لا، هنا للقريب. نقول له ونحن هنا، إذا نختار هنا للمكان لأنه هو يشير للمكان وقريب، فنختار له هنا. كما عهدتنا وما زالت عاداتنا كما هي وليس ما يغيرنا. ايش يختار؟ هناك. مو صحيح؟ وليس شنو؟ هناك ما يغيرنا. فلا تنسى ولدي العزيز فراغ الأيام. تلك الأيام، هي بس تلك بقت عندي. تلك الأيام التي يشير بها إلى شيء بعيد، لعلها تعيدك إلينا ودمت بخير وعافية. طلابي الأعزاء، تراكو غلط بالملزمة. بالملزمة هنا كاتب هذا وهنا كاتب هناك، ترى غلط، مو أنا، هاي المطبعة غلطانة، غلط. هذا الحل الصحيح. شوف صحيح لك أنا هنا، صحيح يمك. زين، هذا التمرين الأول. ننتقل إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني هم سهل، سهل لو طلي. ها ها ها. التمرين الثاني شو يقول لي؟ ضع مشارا إليه
مناسبا في الفراغات الآتية. طلاب اسم الإشارة دائما يجي الكلمة اللي وراء يصح له مشار إليه. شوف هذا ولد، هذا اسم إشارة والولد مشار إليه، فهو يقول لي خلي لي مشار إليه مناسب في الفراغ. هسه قال لي هذه فراغ المعروضة، ايش قلت له؟ هذه اللوحة المعروضة في المرسم ألوانها جميلة. ساعدت هاتين الفتاتين على عبور الشارع. زار هؤلاء يعني هم مجموعة، لازم شو نقول له؟ السياح قلعة كركوك. ذلك دا يشير إلى فد مكان، قلت له ذلك متنزه بعيد. يحرص هذان مثنى مذكر، قلت له الشرطيان على تنظيم حركة المرور. هناك دا يشير إلى مكان، هناك مطعم قرب محطة القطار. المطعم مكان أو أي مشار آخر حسب المعنى. ماشي يا قلبي؟ هذا بالنسبة للتمرين الثاني. ننتقل إلى رحمة الله، عفوا ننتقل إلى التمرين الثالث. التمرين الثالث شو يقول لي؟ هذا الجواب مالته طبعا. الحمد لله وشكر طفت الكهرباء. نكمل طبعا، انا راح اكمل. هذا التمرين الثالث على الظلام عادي، يلا جت الكهرباء. هذا الجواب مالته. يقول لي اقرأ النصوص والجمل التالية ثم عين اسماء الاشارة. شنو يعني عين اسماء الاشارة؟ يعني تروح تسويها موظف بالدولة تروح تعينها؟ لا يا قلبي، عين يعني طلع اسماء الاشارة الواردة فيها والمشار اليه، يعني طلع اسم الاشارة والمشار اليه. كل سهل. وين ما تلقى اسم اشارة هذا اسم اشارة، الكلمة اللي وراه مشار اليه، اسم الاشارة المشار اليه. قال تعالى: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء اسم إشارة، المشار إليه قومنا، هو يشير للقوم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، هذا اسم إشارة، البلد مشار إليه. طلاب اسم الإشارة الكلمة اللي وراء هي المشار إليه. قال الإمام علي عليه السلام: من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية. بعد ما عندنا اسم إشارة، أنا بس هذا تلك اسم إشارة المشار إليه الحقوق. 4. هناك دار رائعة البناء. هناك اسم إشارة، دار هو المشار إليه. أولئك الجنود الأبطال أبناء العراق. أولئك هو الاسم الإشارة والجنود هم المشار إليه. 6. تلك الآثار الشامخة هي حضارة بلادنا. تلك اسم الإشارة، الآثار هو المشار إليه. دير بالك هي ضمير مو اسم إشارة، لا تستخرجه. 7. هذان كتابان مفيدان. هذان اسم الإشارة، كتابان المشار إليه. هذا المواطن يحترم القانون. هذا اسم إشارة، المواطن مشار إليه. واضح لو مو واضح؟ كل السهل. نجي هسه للتمرين الرابع. التمرين الرابع شو يقول لي؟ هذا التمرين الرابع طبعا هذا الجواب مالته. قال أبو العتاهية: وموعد كل ذي عمل وسعي بما أسدى غدا دار الثواب. سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي. وموعد كل ذي عمل وسعي بما أسدى غدا دار الثواب. سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي. يقول لي ورد اسم الإشارة هناك. هذا ترى مو قرآن، ما جاي يرتل لحنته يا قلبي، شوية يصير حلو. ورد اسم الإشارة هناك في البيت الثاني، اللي البيت الأول، البيت الثاني هناك. يقول لي إلى أي شيء أشار به الشاعر؟ طلاب هناك علما نستعمل للإشارة إلى المكان، يا مكان البعيد. فايش قلت له؟ شوف هنا للمكان القريب، لا مو للمكان البعيد، إلى المكان المتوسط البعد. شوف شلون غلطت، إلى المكان المتوسط البعد. طلاب والله مو أني، هاي المطبعة، فكلش طبيعي. صحح لي الغلط، صحح لي الخطأ، مو هذا لسه الطالب اللي نقل التمرين بسرعة رواح. المهم شوف، أنا عندي أسماء الإشارة الخاصة بالمكان. هنا تستعمل للمكان القريب، وهناك للمكان المتوسط البعد، وهنالك للمكان البعيد. هو هنا قلت له أشار به إلى المكان المتوسط البعد. طلابي الأعزاء، لهنا نكون انتهينا من محاضرتنا لهذا اليوم. دمتم في حفظ الله وأمنه.